هكا بداو النهار الاول ملي يلاه داروا ديك الهجره ديالهم عند خوتنا الله يكون معاهم. هكا بداو كيديروه بالتربح وتمسكن حتى تمكن، وفي الاخر راهم تمكنوا. ما تمكنوا وباغيين يحكموها صحه. دابا شنو داروا؟ ملي شافونا سكتنا لهم غادي يولي فيما بان لهم شي حيط راشي، غادي يوليو يمشيو يعطيو راسهم داك الحيط ويبداو يديروا دوك الطقوس ديالهم، يبداو يديروا دوك هبل التربح ديالهم فيما يبان لهم شي حيط. علاش؟ لان سكتنا وغيجي واحد النهار اللي غندموا عليهم، اقسم بالله حتى غندموا حيت سكتنا لهم. والمشكل الكبير هو اللي كيهبلني انا، هو هذوك الزليجيه اللي كيقول لا بلا التسامح والتعايش وحنا كنتعايشوا. سير عندهم انت عندهم واش غيتعايشوا ويتسامحوا معاك؟ سير عندهم شوف غير الفيديوهات ديالهم كيفاش كيتعاملوا مع الناس اللي كيمشيو عندهم ولا يصوروا معاهم داكشي. ما كاين غير السبان والدفار كيبدا يدفلوا عليهم في وجههم، وجيت تقول لي التسامح والتعايش باش يجي واحد مصمم ريحته بريحه العرق ويجي يبدا يدير دوك الكريمات بحال هكا ويجي يبدا يدير لي انا في الحيط ديالي بحال هكا. دابا انا بغيت بالله عليكم بغيت نعرف هذوك الحيوطه ديك الحيط قال لك باب دكار ولا سميتو اللي مشاو ليه يتعبدوا فيه، واش فيه شنو فيه داك الحيط؟ شنو هو؟ واش اله ديالهم فيه شي بركه؟ شنو فيه تيرزقهم داك الحيط؟ شنو هو اللي مشاو تيديروها؟ وخليتوهم وما كاينش حتى مشكل. حتى الحكومه ما دارت حتى شي تحرك، الحكومه ما تحركاتش، ما هضراتش على هذا الشيء، الحكومه ما دارتش والو، ما خدات حتى شي اجراء زعما في حق هاد الناس. وشكون يصيفطهم في هذا الوقت بالضبط؟ شكون يصيفطهم لتماك؟ انا بغيت نعرف بالضبط في هذا الوقت وشنو بغيتو تنسيونا، لان انا كنعرف ما كاينش كيكون شي حاجات بحال هذا الا وموراه كاين شي حاجه كتخدم في صالح، راكم فاهمين، باش الشعب الدراجه كيمشي غير لديك الحاجه. دابا انا كنشوف دابا المغرب كلشي تيهضر على هاد الناس هادو، ما جاو كيضربوا في الحيط كيديروا هكا. المغرب كلشي كيهضر على هادشي. علاش؟ لان كاين شي حوايج اخرين كيتخدموا، شي اجندات كيتخدموا اللي نتوما ما فراسكمش. بقاو دابا ساكتين حتى يركبوا عليكم. عادي تشوف هادشي هذا كما كاين تطبيع، راه يكون تطبيع في التطبيع الديني. يعني شنو تشوف مثلا؟ الغريب في الامر هو ان شي واحد يجي يقول لك راه اليهود راه كانوا تا هما هنايا قديم في المغرب وكذا. واش من نيتك؟ ما قاريش التاريخ؟ قرا على يوسف بن تشافين، قرا التاريخ المغرب، قرا التاريخ المغرب الاسلامي، وهي في القرن الماضي المغرب الاسلامي السلفي. قرا ومن بعد السنين يقول لك المغاربه باعوا ارضهم كما قالوا على اخواننا في فلسطين، قال لك هما باعوا ارضهم، هما باعوا اليهود، هما كذا. راه اقرا الى قريتوا التاريخ القرن الماضي وشوفوا اليهود فين كانوا، وقراوا الاحداث ديال اخر الزمان في الدين الاسلامي، شوفوا اليهود فين يكونوا. المشكل الكبير هو ان هادشي يجيكم عادي. انت شوف الناس دايزين عادي بحال ما كاين والو، هما جايين حداك السور، الريحه تما خانزه، تندوز من تما تنبلاصي الطوموبيل تنحيدها في البلاصه، ما تقدرش نوقف تما حتى بالطوموبيل، بقى نوقف هكا بوحدي. ولكن هما يعني تيبغيو يثبتوا لك بان هذه راه كانت ارضنا ولا ما شنو بحال هكا. فهادشي هذا ما خصوش يدوز عادي، وما خصوش يكون عادي، وما خصوش يكون عادي. اليوم كنشوفوا ان الحائط هذا اصبح مرتاعا للصهاينه، مرتاعا لقتله الاطفال المجرمين. فين غاديين بهذا السياق هذا؟ في اش من سياق باش غاديين بهذا التطبيع هذا اللي غاديه في هذه البلاد هذه؟ في اش من سياق عباد الله؟ وحنا كنشوفوا بلادنا تنتهك حرمتها من قبل الصهاينه المجرمين قتله الاطفال. اليوم حنا امام مسؤوليه باش اننا نتحركوا ونهضروا على هذا الشيء هذا، ونهضروا وندافعوا على هذه البلاد هذه. اما ان تكون مقاوما ممانعا، هو انك تكون صهيونيا خائن جبان، خائن لهذه البلاد هذه وخائن لرب العباد. الناس اللي كيقولوا تازا قبل غزه، احنا كنشوفوا اليوم ما انت مع تازا ما انت قدمتي شيء لغزه. حنا كنشوفوا غزه اليوم كتضيع بين يدينا، حنا كنتفرجوا فيها. اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله وما تحركنا وما هضرنا الى دينا ديو الثمن غير الصوم. والله الرجال انا ما عندي خوتي يزيدوا لها شويه، ما عندي يزيدوا لها صاني كروا والما قاطع وجافيل اليوم وغدا وغير غدا حتى تقلعوا داك. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله هما كون نمشيو بجيت المسجد الاقصى بغيو نصليو والله ما يخليونا نصليو بالله والله. وكيديروها الناس كيمشيو تما كيبغيو يصليو والله لا كيجريو عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله نتمنى يكون هذا الشيء غير اي ما يكونش فري. صافي كملت، كنتو باقيين غير نتوما كتبقيتنا غير هاد الضربه. الا كان اخوتي هذا الشيء حقيقي ماشي اي حسبنا الله ونعم الوكيل. وإلا ما كاش اي وكان هاد الشيء فري. خوت شوفوا هاد الفيديو، كنا معكم فيديو حتى الاخر الله يرضي عليكم. السلام عليكم. شوفوا كيفاش الاخوان، صباح الخير. فقنا الطينه
طقوس في المدير باب دكاله. انتم حائط ما كتحاول عندنا هنا ولا كيفاش؟ هنايا الإقادة الأمنية والسلطات ديالنا والشيخ والمقدم. هذا كيجمعوا 20 واحد في قهوة كيلاقيو جوج طوابل كتلقى المقدم حداهم طالع ودنو. كيفاش هاد النظام الإخوان؟ 2030 ولدوا الأوراق الفيزا لمراكش ولا كيفاش؟ نوليو ندخلوها بالتقلاب ونخرجوا بالتقلاب ولا كيف هذا؟ أنا اللي كنعرف بحكم التجربة ديالي في واحد الميدان ديال السياحة، ما كاينش شي جروب ديال اليهود ديال لي جويف ديال الاسرائيليين كيدخل المغرب الا وكيكون اسكورتي من الباب ديال، ماشي من الباب ديال المطار، من الداخل ديال المطار حتى كيوصل لداخل ديال المطار. الناس هادو اليهود اللي عاديين ماشي حاخاماش وماشي هادو غير يهود عاديين، ناس ما تفرقش بينك وبينهم كاع عادي. يمكن انت لا هضروا هذا تفرق بينه ولا تقدر تهضر تقول هذا شي فاسق قديم مؤصل حيت كيهضروا العربيه بعد شي وحدين منهم احسن منا كاع. كيكونوا اسكورتين كيخرجوا غير شي حوايج عاديين لوطيل ولا هادي خارج المارشي ولا كذا كيكونوا اسكورتين. هادي وقال الناس هادو جاو داروا هاد الحاله هادي وخارجين تماكين وكي ها هما اسكورتين ما والو. كنظنش ان المغرب ما يخافوش عليهم حتى لهاد الدرجه. اما الا كانوا اسكورتين وكيديروا هادشي بخبار الدوله فانا كنطلبوا من خاص الدوله تخرج توضح لنا هادشي هذا شنو هو. نعرفوا راسنا حتى حنا فين غادا بينا، نعرفوا راسنا حتى حنا شنو كاين. حنا ماشي ضد التعايش مع الديانات ومع حتى شي حاجه. المغاربه عاشوا معنا، اليهود عاشوا في المغرب منذ قرون وسنين ومنين. راه ما عمرني انا يمكن قريت ولا شفت ولا صادفت شي فيديو كيهضر على ان باب دكاله انه حائط مقدس لدى اليهود. ياك ما كان سليمان تما كاين راه بحال هكا كتدخل، راه بحال هكا دخلوا. والسلام عليكم. كملنا شفنا البارح الواقعه اللي وقعت في هذا المكان هذا في مدينه مراكش هنايا بالضبط. اليوم جينا باش اننا نقيو الخزي والعار اللي لطخ هذا الحيط هذا في هذه المدينه المباركه نتيجه التطبيع. فهذا الحيط هذا اللي بناوه شرفاء هذه المدينه المباركه، هذه المدينه الشريفه بناسها برجالاتها السبعه بالاحرار ديال هذه المدينه هذه اللي جاهدوا حرروا لنا هذه البلاد هذه وبناو لنا هذا الحائط هذا. اليوم كنشوفوا ان هذا الحائط هذا اصبح مرتاعا للصهاينه، مرتاعا لقتله الاطفال المجرمين. فين غاديين بهذا السياق هذا؟ في اش من سياق باش غاديين بهذا التطبيع هذا اللي غاديه في هذه البلاد هذه؟ في اش من سياق عباد الله؟ وحنا كنشوفوا بلادنا تنتهك حرمتها من قبل الصهاينه المجرمين قتله الاطفال. اليوم احنا امام مسؤوليه باش اننا نتحركوا ونهضروا على هذا الشيء ونهضروا وندافعوا على هذه البلاد هذه. اما ان تكون مقاوما ممانعا او انك تكون صهيونيا خائن جبان، خائن لهذه البلاد هذه وخائن لرب العباد. الناس اللي كيقولوا تازا قبل غزه، احنا كنشوفوا اليوم ما انت مع تازا وما انت قدمتي شيء لغزه. احنا كنشوفوا غزه اليوم كتضيع بين يدينا، حنا كنتفرجوا فيها. اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله وما تحركنا وما هضرنا الى دينا ديو الثمن غالي جدا جدا اكثر مما تتخيلون، لان المؤشرات ديال الاختراق الصهيوني وديال التوغل الصهيوني في هذه البلاد هذا، او نقول الهجوم الصهيوني، فعلا هو هجوم صهيوني بالحرف، لانه هجوم على الهويه ديالنا، على الثقافه ديالنا، على الاستقرار ديالنا في هذا البلد هذا. فاليوم حنا مطالبين باش اننا نتحركوا ونتصداو لهذا المشروع هذا اللي بيهدم البلاد ديالنا. وشكرا. السلام عليكم. كاملين شفنا البارح شنو وقع في هذه البلاد هذه، البلاد ديال السبعه ورجال، البلاد ديال المجاهدين، البلاد ديال الشرفاء، البلاد ديال المسلمين اللي ولاو كيجيو لها الصهاينه وكيدنسوها هنايا. هذه البلاد ديال المغاربه وغتبقى ديال المغاربه اليوم وغدا وبعد غدا. درجه ديال الاختراق الصهيوني اللي ولينا كنشوفوها في هذه البلاد كتخلع هذه البلاد ديال المسلمين. هذا الصور هذا بناوه المجاهدين، بناوه السبعه ورجال باش يولي يجي دابا ويتلطق من عند مجرمين. اليهود ديما كنا متعايشين معاهم في الملاح، في كلشي ما عندناش معاهم مشكل، ولكن عندنا مشكل مع الصهاينه، مع المجرمين، مع القتله ديال الاطفال باش يجيو يدنسوا هذه الارض هذه. هادشي راه عيب، هادشي راه خطر على البلاد، هادشي راه خطر على البلاد. الا ما تحملش كل واحد فينا المسؤوليه ديالو غدا ما عرفناش النوبه فين جايه. راه هكا بدات في فلسطين، راه كانوا في حائط المبكى، اليوم جاو الحائط ديال باب دكاله، غدا يجيو يدقوا في البيوت، يدقوا في الديور ويقول لك هذه دارنا. راه هكا كتبدا. الا ما تحملناش المسؤوليه ديالنا غدا راه ما عارفينش بلادنا فين غادي. هادشي راه خطر وخطر اللي كبير. السلام عليكم.